جاهد لو قاعد يصفصف واحد من شيء لا حابين او حابين مع بعض. فانه كنا قاعدين انا واصحابي اللي هم المؤسسين كمان عم نتشاور شو ممكن نعمل بحياتنا، شو ممكن نضيف شيء جديد بحياتنا. نعمل جولات مشي، شفناها شيء مستهلك، كمان على البسكليتات شفناها شيء مستهلك. فحكينا انه عن طريق عن الحمير. ففعلا ضحكنا شوي، حكينا فعلا حمير وسيله نقل تقليديه والكل كان يستعملها ايام زمان، ففرصه انه نخلي الناس اللي بحياتها ما ركبت حمير واجدادها ركبت انه ترجع تركب من اول وجديد. بس خطير. كم معين وقف معك شوي. عندنا حاليا المسار اللي بنشتغل فيه حاليا يعني يمكن يتغير، اللي هو مسار سكة الحجاز العثمانية اللي تأسست تقريبا من بداية القرن الماضي 1908 ل 1914، اللي كانت توصل المدينة المنورة لدمشق لفلسطين. فهذه الطريقة اللي اعتمدناها كمبدئيا، ونحكي للناس عن سكة الحجاز، نحكي للناس عن محطة الوقوف المسعودية، نحكي للناس عن الاحتلال اللي صار للمسعودية بالفترات السابقة. فدمجنا انه من السياحة للمتعة لجولات الحمير. الناس بيبحثوا على التماثيل قبور ملكية. الفصيل تكون عارف اسمه العلمي هو كرتون احسن من اسرع واحد بنفس الوقت ايش؟ انا دشي فيش واحد يعني ما ركبش حمير لازم يقع الحمار بينه وبينه. والله هي حلاوتها هيك. اول ما جبناها شو صار اول ما جبناهن مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بحيث إنه إحنا بننبه على الجروب أو على الناس اللي نجيهم على الجولة إنه ما حداش يتعامل مع أي بضائع إسرائيلية بالجولة، وإحنا نفسنا مستحيل نتعامل مع البضائع الإسرائيلية، بالعكس بنحاول نجيب كل منتجات تكون منتجات وطنية. شفناها على النت عجبتنا الفكرة إنه بتشجع الناس يشوفوا آثار فلسطين والمعالم التاريخية ونعيش هاي الأجواء الحلوة خصوصا في جو الربيع ويوم هيك جو حلو.